السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير وبأحسن حال. النهارده هنعمل مع بعض سمك بلطي بطريقة سهلة وبسيطة، بس يلا بينا نبدأ كده من الألف للياء من أول ما هنغسل السمك البلطي بتاعنا. لو أول مرة تشوفيني بقى ما تنسيش تشتركي في القناة وتفعلي الجرس علشان يوصلك مني كل إشعار بأي فيديو جديد بينزل في القناة، وما تنسيش تعملي لايك للفيديو لو الوصفة بتاعت النهارده عجبتك. أنا مقطعة السمك كده، عاملة فيه 3 فتحات من الناحية اليمين ومن الناحية الشمال زي ما انتوا شايفين كده، طبعا علشان نحط فيها التتبيله وتبقى كده كريسبي. هقولكوا هنعملها بجد بطريقه حلوه قوي. طيب اول حاجه هنا كده طبعا انا غاسله السمكه كويس جدا، وبعد كده هنا انا حاطه لها ميه وحاطه فيها ملح وعصير ليمونه. تمام، يعني حوالي معلقه كبيره من الملح وعصير ليمونه، وبس بنقع بقى فيها كده السمكه حوالي 10 دقايق، مش كتير علشان السمك ما يتهريش منك من الملح والليمون وكده، ما يتهريش منك. فانتي سيبيه من 5 ل10 دقايق بس، يعني عقبال ما نحضر التتبيله كده ونظبط الدنيا. تمام. طبعا بيطلع بقى ريم كده على الوش، وده طبعا بتبقى الزفاره بتاعه السمك، فبتعمليه ما بيبقاش فيه اي ريحه زفاره نهائي. نيجي بقى هنا كده للتتبيله. معانا هنا توم مفروم وكزبره وكمون وفلفل اسود وملح وشويه من الخل، وكمان نص عصير ليمونه. وهنبدا ان احنا نقلبهم كده كويس كده مع بعض، او تفركيهم كده بايديكي كويس مع بعض، بحيث ان كل حاجه تمتزج كده مع بعض. ودي كده هتبقى تتبيله السمك بتاعتنا زي ما انت شايفه كده. ده شكلها، عايزه اقولك ريحتها بتبقى حلوه جدا 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 يعني. نيجي بقى هنا كده للسمك. طبعا شطفناه كويس جدا جدا من المحلول اللي احنا كنا نقعينها فيه. وبعد كده باجي هنا ابدا ان انا اتبلها من بره ومن جوه، واحط في الفتحات اللي احنا عاملينها في السمكه من بره. بصي كلها كده تبليها، ومسحي كده عليها برضو كده بالتتبيله من بره، بحيث ان لحمها كله يبقى متبل معاكي. سيبيها حوالي برضو 5 أو 10 دقايق في التتبيله ديت لو انت مستعجله عليها. بس كده، دي كانت كده المرحله بتاعه تتبيله السمك. نيجي بقى هنا كده للمرحله اللي بعد كده. معانا هنا كده طبق فيه دقيق وعليه معلقه كبيره من النشا، طبعا عشان يخليها كده مقرمشه كده من بره. حطي على الدقيق معلقه كبيره من النشا. تمام، ونبدا ان احنا نحط عليها كده الدقيق من ناحيتين زي ما انتم شايفين. ونبدا ان احنا طبعا في زيت يكون سخن بيغلي نبدا نحط السمكه، وهحط التانية برضو كده عكسها الناحيه التانية. طبعا في الحله اللي على البوتاجاز دي انا كنت عامله رز، بس انا عملته معاكم قبل كده فما صورتهوش. يعني بتقطعي بصلايه كده قطع صغيره، وبتحطي فيها معلقه صغيره من التتبيله بتاعه السمك، وتفضلي تقلبي فيهم كويس على النار لحد ما يحمروا معاكي. وتروحي حاطه الرز، تحطي ممكن تزودي بقى كركم او كاري على حسب اللي عندك المتاح عندك، لو انت حابه ان هو لونه يبقى اصفر، او ممكن تكتفي بلونه كده من اللون اللي بيبقى واخده من التحميره بتاعه الثوم والبصل. زي ما انت شايفه هنا كده انا قلبت بقى دلوقتي كده السمك. تحطي كده واحده الاتنين تحطيهم عكس عكاس مع بعض عشان تعرفي تقليهم كويس. وطبعا الديل بتاع السمكه دوت انا بقطعه بالسكينه او قصيه بالمقص. المهم ما تعمليش السمكه بيه، يعني يفضل ان انت ما تعمليش السمكه بالديل بتاعها ده، بلاش. هنسيبها بقى هنا كده لحد ما تاخد لون ذهبي. وهنا كده كنت بوريكم الرز بتاعنا الجميل المفلفل الحلو، بجد بيبقى طعمه حلو جدا جدا. جربوا بس كده تعملوه بالبصلايه وتحطوا عليها التوابل بتاعه السمكه تحمروها بيها زي ما انتوا شايفين هنا بقى كده. ده الشكل النهائي للتقديم. عملت طبق سلطه وادي سمكتين وطبق الرز. وهنبدا ان احنا كمان، في ناس بتحب يعني، في ناس ما بتحبش ان هي تعصر ليمون على السمك، فاحنا بنحب ناكله يعني عليه ليمون كده بيبقى طعمه حلو. فهبدا ان انا اعصر على كل واحده كده نص ليمونه، وبحط برده ليمون تاني يعني لو حد حب يزود. وبس كده، ده كان غدانا النهارده. يا رب الفيديو يكون عجبكم. سلام.